السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ لو بتحتاري كل يوم هتاكلي ايه، هتطبخي ايه، هتغدي ايه، اشتركي في قناتي وكل يوم هنزلك اكلاتي وخدي فكرة واطبخي بكرة. والنهاردة هنعمل تحلية سهلة وسريعة كده وجميلة ومش هتاخد منك وقت ولا مجهود. ونبدأ ونقول بسم الله. زي ما انتم شايفين معانا مبدئيا 3 كوبايات من الدقيق وكوباية من السكر، والسكر طبعا حسب الرغبة لو حابة تسكريها. ومعانا هنا معلقتين من الكاكاو، وطبعا 2 بيضة، وكوباية من اللبن، وطبعا نص كوباية زيت أو أكتر شوية من نص كوباية الزيت، يعني حوالي كوباية إلا ربع كده، وكوباية من المية الدافية. زي ما انتم شايفين كده هنبدأ أول حاجة كده. ومعانا طبعا أهم حاجة أنا كنت بقول لكم هنا هنستعمل لها كيس خميرة فورية، مش هنستعمل ولا بيكنج باودر ولا فانيليا. طبعا طاقية السلطان اللي طالعة ترند هي ولا فطيرة ولا كيكة، هي زي عجينة الشوريك كده أو عجينة البريوش. النهاردة هنعمل كده مع بعض بطريقة، هنعملها مع بعض بطريقة سهلة إن شاء الله، وتابعيني لآخر الفيديو هتطلعي بنتيجة ممتازة بإذن الله. ونبدأ أول حاجة كده نقول بسم الله، ونبدأ نضيف المقادير بتاعتنا. نزلنا باللبن بتاعنا وكوباية المية اللي احنا اتفقنا عليها تكون دافية واللبن دافي. ومعانا طبعا كيس خميرة فورية عشان ما يبصش معانا، ما يكونش اللبن والمية سخنين قوي، لازم يبقوا دافين ولا يبقوا ساقعين. لو هما ساقعين هياخدوا منك فترة طويلة عقبال ما الخميرة بتاعتك تخمر، ولو هما سخنين الخميرة بتاعتك هتبوظ مش هتخمر بسرعة. حطينا معلقة سكر وقلبناهم تقليبة محترمة كده، وهنغطي عليها ونسيبها لحد ما تطلع لنا الفقاعات بتاعتنا دي. طلعت الفقاعات دي تعرفي ان الخميرة تمام التمام ومش بايظة ولا اي حاجة. زي ما اتفقنا في اي معجنات هنستعمل فيها خميرة لازم نختبر الخميرة ونعمل لها تيست قبل ما نحط المكونات بتاعتنا وتتهدر، والعجينة بتاعتك ما تفرش والعجينة بتاعتك تبوظ وتقولي ايه اللي بوظ العجينة بتاعتنا، عشان احنا ما اختبرناش الخميرة ولا شفناها هي كويسة ولا بايظة ولا صلاحيتها منتهية، ولا تكون جه عليها حبة مية بوظوها برضو. فلازم نختبر الخميرة بتاعتنا، ساعات بتبقى بايظة من سوء التخزين. فأهم حاجة قبل ما نبدأ في العجن بتاعنا نختبر الخميرة زي ما اتفقنا. نزلنا هنا زي ما انتم شايفين كده بالدقيق بتاعنا 3 كوبايات مبدئيا زي ما اتفقنا، لسه هنحط عليهم كوبايتين دقيق ان شاء الله او كوبايتين ونص، حسب ما هتحتاج العجينة وحسب نوع الدقيق اللي موجود عندك. ممكن ياخد 6 كوبايات، ممكن تاخد الوصفة دي 5 كوبايات. فانت تحضري الوصفة دي كيلو دقيق كده وتشتغلي منه ان شاء الله. انا هنا ليه قلنا 3 كوبايات دقيق مبدئيا؟ عشان نبدأ نقلب السكر بتاعنا يدوب براحته وتبقى العجينة سايلة وتبقى سهلة التقليب معاكي كده. وبعد ما يدوب السكر والزيت والبيض وكل حاجة هنضيفها، نبدأ نحط كوباية من الدقيق لحد ما العجينة بتاعتك تلم ان شاء الله. احنا هنا حطينا كل المكونات على بعض بعد ما عملنا الخميرة الفورية زي ما اتفقنا. وهننزل باخر حاجة معانا البيض. هنسيب طبعا الكاكاو على جنب لان احنا هنستعمله في اخر الوصفة خالص، لسه مش هنستعمله دلوقتي لما يجي وقته ان شاء الله. هنبدأ هنا طبعا احنا مش هنحتاج المعلقة خلاص. حضري معاكي المضرب بتاعك او مضرب كهربائي هيسهل معاكي برضو الضرب كده، مش هياخد معاكي وقت. بس انا حبيت هنا اعمله بالمضرب السلك لان يدوب تقليبتين لحد ما البيضة بتاعتك تختفي في قلب العجينة بتاعتنا. وهتجيبي الكمية الدقيق وتبدأي تعجني بايديك ان شاء الله، مش هتحتاجي المضرب ده. الكمية دي هتعمل لنا واكبر صينية معانا ان شاء الله، هتديكي كمية كبيرة باذن الله. لو حابة تقسمي الكمية دي على 2 هيبقى هنقسم الدقيق على 2 والكاكاو على 2 والبيض على 2 وكل حاجة موجودة هنقسمها على 2، وتعملي صينية صغيرة كده على قدك لو انت حابة تجربيها اول مرة. لو انت ان شاء الله هتتابعين لاخر الفيديو هتعمليها كبيرة كده وتعجبك وهتكفي الاسرة كلها. لو انتوا بيت عيلة او انت بتحبي تعملي الحاجة تبقى موجودة عندك في التلاجة، تقطعيها وتحطيها في علبة بلاستيك كده، والأطفال وقت ما يجوعوا تطلعوا قطع قطع، أو تستعمليها كفطار كعشاء مع كوباية شاي مع كوباية لبن مع كوباية كاكاو كده أو شاي بلبن، تبقى تحفة إن شاء الله معاها. وزي ما انتم شايفين نزلنا هنا دي
كده نزلنا بباقي الدقيق، وهنبدأ طبعًا نستغنى عن المضرب السلك زي ما اتفقنا، بتاخد حوالي بعد ال3 كوبايات اللي إحنا حطيناهم في الأول، بتاخد من كوبايتين ونُص ل3 كوبايات كمان حسب نوع الدقيق، وهتفضلي تقلبي وتعجني فيهم كده لحد ما العجينة بتاعتِك تمسك معاكِ كده وتلِم زي ما أنتم شايفين. آدي أنا حبيت أشدها لكم كده وتشوفوا الملمس بتاعها ناعم وجميل. هنرش عليها رشة زيت كده من فوق عشان لما نسيبها ترتاح ما تلزقش منك في قلب الطبق بإذن الله. العجينة بتاعتنا طرية وناعمة وجميلة ولمت معانا، وزي ما اتفقنا هتعملك صينية كبيرة. لو انت حابة تقسمي الكمية على 2 ممكن توفري وتعملي واحدة صغيرة زي ما اتفقنا، ما تقفيش عند حاجة. كل الحاجات المكونات دي موجودة عندنا في البيت، البيض والكاكاو والدقيق واللبن، يعني حاجات مش هنزود ولا نحط فيها شوكولاتة ولا هنكلفها إن شاء الله تكلفة عالية تبقى فوق طاقتنا. لأ، إن شاء الله هنعملها بالطريقة الاقتصادية زي ما انتم شايفينها كده، وهتبقى معاكي موفرة بإذن الله. لما تشوفي هتقعد معاكي يومين في التلاجة أو 3 الأطفال ياكلوا منها، أو لو أنتِ عيلة كبيرة إن شاء الله هتفرّحي العيلة كلّها إن شاء الله. زي ما أنتم شايفين كده سِبناها ترتاح شوية، وهنبدأ نقسمها على نُصّين. عندِك سكينة، عندِك قطّاعة زي اللي إحنا شايفينها كده، وهتقسميها نُصّين، وهتبدئي تاخدي نُص تسيبيه جوّه الطبق. هتعملي طبقين كده، طبق عشان نحط فيه العجينة البيضا، وطبق هنحط فيه العجينة البنية بإذن الله. هنلمّها كده مع بعض، وطبعًا ما ننساش كل ما نحطها في الطبق نرش رشة زيت من فوق عشان ما تلزقش منِّك أو الوش بتاعها من فوق ينشف معاكِ، تفضل طرية ومحتفظة بالطراوة بتاعتها. هنسيب كده وناخد القطعة اللي إحنا قطعناها كده بالنظر، مش هنقيس ولا أي حاجة ولا هنوزن ولا حاجة، بالنظر كده وأنتِ شايفاها قدّام عينِك هتقسميها نُصّين، والنُص اللي إحنا أخدناه كده هنحط عليه معلقتين الكاكاو. الصراحة المعلقتين دول هيكفوها ويدوكِ اللون البني اللي إحنا محتاجينه في الوصفة، مش محتاجين ولا شوكولاتة ولا أي حاجة كمان. لو أنتِ حابة تضيفي حبة شوكولاتة إن أنتِ تزودي القيمة الغذائية بتاعتها وتزودي لها طعم كده، لو الأطفال بيحبوها بالشوكولاتة ما يمنعش إن انت تحطي لها شوكولاتة، بس أنا حبيت هنا أعملها بأبسط المكونات اللي موجودة عندنا في البيت. زي ما انتم شايفين قعدت أعجنها كده والعجينة طرية وتحفة، واتشربت معلقتين الكاكاو ولمت معانا، وهنبدأ نفردها إن شاء الله مع بعض، وهنشوف خطوة بخطوة إزاي هتطلع لك شكل طاقية السلطان زي ما احنا بنشوفها كده في الفيديو. هنشوفها عملي مع بعض بإذن الله. هنا أنا حبيت أوريلكم بعد ما حطيت لها الكاكاو هنغطي عليها ونسيبها طبعا ترتاح. بعد ما نعجنها هنسيبها ترتاح. العجين بالذات اللي فيه خميرة فورية كل ما تعجنيه كل خطوة بخطوة تسيبيه يرتاح شوية ويختمر. زي ما انتم شايفين كده بعد ما سبتها أنا حبيت أوريها لكم بعد ما الحجم بتاعها اتضاعف وارتاحت وتمام التمام. هنبدأ نفردها مع بعض ونشكلها الشكل اللي احنا محتاجينه. حابة ممكن تعمليها أحجام صغيرة، يعني تشكليها كذا شكل كده للأطفال وتفرحيهم. حابة تعمليها زي اللي احنا هنعملها براحتك. هنا أنا حبيت إن أنا أجيب الصينية بتاعتنا ونفرد جواها. أهم حاجة قبل ما تفردي في الصينية بتاعتك تكوني غسلاها ومطهراها بمية سخنة على الآخر، عشان ما يبقاش فيها أي جراثيم ولا أي حاجات تدخل معانا في قلب العجينة إن شاء الله. هنا بعد ما غسلتها طبعا هنمسحها وننشفها عشان العجينة بتاعتك ما تبصش ولا يدخل فيها اي مية. احنا خلاص مش محتاجين غير ان هي يدوب هنفردها ونشكلها مع بعض. وزي ما انتم شايفين الصراحة العجينة تحفة تحفة تحفة، خطيرة الصراحة وسهلة العجن وسهلة الفرد. هنلمها مع بعض كده عشان نقسمها نصين. طبعا العجينة البيضة هتقسميها على نصين، والعجينة البني هنقسمها على نصين زي ما هنشوف مع بعض. طبعا احنا زي ما اتفقنا ان العجين بتاعنا طالما هنسيبه يرتاح لازم ترش على وشه كده رشة زيت عشان برضو ما ينشفش مننا. حبيت اكد عليك المعلومة دي عشان في ناس تقولك العجينة شققت مني، العجينة نشفت مني. لازم ترش لها رشة زيت وتغطيها كده من فوق الوش. طبعا زي ما اتفقنا طالما هنبدأ نشكل العجينة وخلاص خلصنا العجينة بتاعتنا، يبقى نولع الفرن ونخليه يسخن كده بحيث ان احنا اول ما نحط جواها الصينية ما تاخدش معاكي وقت وفي نفس الوقت ما تهبطش منك.
زي ما انتم شايفين كده هنقسمها نصين ونبدأ نشكلها مع بعض. وانا حبيت اوريلكم خطوة بخطوة عشان ما تشوتش معاكي ولا اي خطوة، ان شاء الله هتعجبك. والمقادير بتاعتنا سهلة وبسيطة، ما فيهاش اي تعقيدات. وحابة تفرديها بالنشابة، حابة تفرديها بايديكي، هي مش محتاجة نشابة الصراحة. هتفرديها كده بايديك. احنا عملنا اول واحدة وحبيت اعمل التانية معاكم. هتبدأي تعمليها زي البيتزا كده، تفضلي تفردي فيها لحد ما تديكي الشكل المستطيل يمين وشمال، لحد ما تديكي الشكل اللي انت عايزاه ان شاء الله. وهنبدأ كده بعد ما نفردهم هما الاتنين على الاخر، السمك بتاعها بيبقى سمك زي البيتزا بالظبط. هتفرديهم هما الاتنين كده بايديكي وتضغطي عليهم من الاطراف لحد ما تتساوى معاكي. هي العجينة الصراحة طرية وسهلة، مش محتاجة ان انتي تعمليها بالنشابة خالص، بحيث ان هي ما تلزقش معاكي في الصينية. لان هي لو انت ضغطت عليها بالنشابة ممكن تلزق معاكي في الصينية، لان احنا مش رشين دقيق ولا حاجة في قلب الصينية. قلبنا العجينة البني كده على العجينة البيضة، وهنبدأ نعملها كده زي صباع الكفتة. وهنلفها خطوة خطوة حبة حبة، لان هي بتبقى لازقة كده لازقة بسيطة. طبعا كمية الزيت اللي احنا حاطينها مش هتخليها تبوظ منك ان شاء الله. هتبدأي تلفي فيها وترول كده كأنها زي الهوهوز بالظبط. نفس فكرة الهوهوز ان هي ملفوفة فوق بعض. وهتحضري السكينة او القطاعة ونسيب الجزء الاخير ده زي ما انتم شايفين كده. انا حبيت افرده فردة، اخر فردة معانا كده. وهتبدأي تجيبي القطاعة وتقطعيه التقطيعة بالطول زي ما انتم شايفين كده في الفيديو معانا. الصراحة القطاعة دي تحفة، بتقطعي بيها البطاطس، تقطعي بيها الجزر، تقطعي بيها العجينة، بتسهل معاكي التقطيع ان شاء الله. هنبدأ كده نفصلهم من بعض وتديها لفة بسيطة كده زي ما انتم شايفين كده. هي مش محتاجة الصراحة ولا اختراعات ولا خطوات، ولا انت ممكن وانت بتلفيها لو حابة تضيفي الشوكولاتة جواها وانت بتلفيها كده. قبل ما تلفيها اول خطوة خالص تحطي جواها الشوكولاتة براحتك. انا هنا عملت اول واحدة زي ما انتم شايفين وحطيتها في قلب الصينية. وهنكمل الدايرة بالتانية زي ما احنا اتفقنا، قسمناها كده على 4 قطع. كل قطعتين لفيناهم اللفة اللي انتم شايفينها دي. واتبقت معايا قطعة حطيتها في صينية صغيرة تانية. وهنسيبها ترتاح وتختمر برضو زي ما اتفقنا. كل خطوة تسيبيها ترتاح، كل خطوة تسيبيها ترتاح عشان العجينة بتاعتنا تتنفس وتبدأ تعلى معاكي. هنا الصينية بتاعتي مش فورمة ولا اي حاجة، بس كان عندي كوباية ألمونيوم صغيرة هحطها في قلب الصينية عشان لما تختمر ما تلزقش في بعضها ان شاء الله. وتبقى انت عملتي الصينية بتاعتك كأنها فورمة بإذن الله. طبعا احنا لازم نتصرف، ما نقفش عند حاجة ما عندناش صينية فورمة. لازم نتصرف زي ما انتم شايفين. عند الكوباية دي حطيتها في النص كده وحطيت جواها حبة مية بحيث ان هي ما تتحرقش معاكي في الفرن ان شاء الله. وزي ما انتم شايفين العجينة بتاعتنا ارتاحت وعليت وبقت تمام التمام. والفرن بتاعنا سخن ومستني ان احنا نحطها جوه الفرن. وهنا كنت بوريلكم باقي العجينة اللي موجودة، حطيتها في قلب الصينية الصغيرة وهنسويها مع بعض. مش هنهدر اي حاجة بإذن الله. وزي ما انتم شايفين بعد ما حطيتها في الفرن وهي سخنة ما اخدتش مننا حاجة. هنحطها على الشبكة كده ونولع الفرن من تحت، مش هنولع الشواية طبعا. لو عندك مروحة في الفرن ولعيها عشان تديها اللون الجميل اللي انتوا شايفينه ده. ممكن لو انت حابة تدهنيها بيض من فوق تدهنيها عشان تديكي لمعة، بس انا هنا حبيت اعملها من غير بيض على الوش ولا اي حاجة. وزي ما انتوا شايفين ال الكيكة بتاعتنا او الطاقية بتاعتنا او الفطيرة بتاعتنا حسب ما تسميها، هي مقاربة طعمها مقارب للشريك الصراحة. زي ما انتم شايفين عالية وتحفة وطرية وجميلة الصراحة، مع كوباية شاي او كوباية لبن تحفة وخرافة. وطعمها كان جميل جدا. هنقطعها شرايح كده او دواير حسب ما انت عايزة، وتغطيها جوه كيس او تحطيها جوه علبة بحيث ان هي تحتفظ بالطراوة بتاعتها. وزي ما انتم شايفين كده الصراحة هي طرية جدا من جوه وعجبت الأطفال وعجبت كل اللي دقها بإذن الله.
زي ما انتم شايفين كده انا حبيت اوريلكم قد ايه هي طالعة اسفنجية. اعمليها خطوة بخطوة زي ما اتفقنا كده، مش هتحتاج منك وقت ولا مجهود، وسهلة بإذن الله. زي ما انتم شايفين انا حبيت اوريها لكم من فوق ومن تحت ومن جوه ومن بره. الكاكاو بتاعنا مديها اللون الجميل بتاعنا. لو انت حبيتي تحطي جواها الشوكولاتة هتطلع لك من جوه الشوكولاتة زي ما انت شايف. بس احنا بما احنا هنستعملها فطار جنب حبة شاي، حبة كاكاو، حبة لبن، اللي انت عايزاه كده، او جنب كوباية قهوة براحتك. ولو عجبتك الطريقة يلا كده ما تنسينيش باشتراك ولايك، وخدي فكرة واطبخي بكرة. وبألف هنا وشفا ليكم ولينا، ومع ألف سلامة، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. ويلا كده مع ألف سلامة.